سلام البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم راح نشارك معكم وصفة الرشتة. نتمنى إن شاء الله تعجبكم الطريقة وتستفادوا من هذا الفيديو. دونك ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. هنا كما تلاحظوا حطيت ملعقة نتاع لا ماكارين، وزدت 2 كويرة سوب ببخي تقريبا نتاع زيت المائدة. زدت ضفت هنايا الدجاج، قليت هذاك الدجاج في هذاك الليدام شويه باش يطلق الكو تاعو. بعد ما قليت شويه هذاك الدجاج في الليدام نتاعنا، هنا رحت ضفت البصل تقريبا لو بول هذا معمر كامل تاع البصل، ميكسيتو وحطيته فوق الدجاج نتاعنا باش يتنكهلنا. نزيد نضيف هنايا ملعقه صغيره تاع الفلفل الاسود، ونزيد نضيف الملح. هنا ضفت حفنة تاع حمص اللي كنت رطبته ليلة كاملة في الماء وغسلته وشلته مليح وضفته للطبق نتاعي. نخليهم يتقلاو على نار قليلة. اونتر طون كنا حطيت اون كاسرول تاع الماء تسخن لي باش نقلي بيها ومن بعد نمرق بيها. هنايا ضفت لها شويه ماء باش نكمل نقليها. بعد ما شفت هذيك البصل تاعي دبالت لي، هنا نروح نمرقها. هنا كي نحط الماء ما نحطوش فوق الدجاج، نحاول نحطو ديما بعيد على الدجاج باش ما ينحيليش النكهه اللي فيه. هنايا خليتها تغلي واحد نص ساعه ومن بعد رحت ضفت لها اللفت. بيان سور هنايا زدت ضفت شويه ماء وخليته يغلي ومن بعد رحت ضفت اللفت، لانه كي خليتها تغلي لي نص ساعه نقص لي منها شويه الماء. نخليها تطيب في غردها ونروح نحضر الرشته نتاعي. هنا عندي ابوبخي نص كيلو نتاع الرشته، حطيت لها تقريبا 3 كويرة سوب نتاع زيت المائده. ندخلو بهذا الطريقه ومن بعد نحطها تفور لي الفوره الاولى. فوالا حطيناها تفور الفوره الاولى. وهنا باش نربح الوقت حطيت البيض نتاعي يطيب. هنا بعد ما فارت لي الفوره الاولى نروح نجيب شويه نتاع المرقه ونشربها بيها. تقريبا حطيت الكميه هذه كامله نتاع لاصوص نتاعنا، وشيه دخلتها على دفعتين، ما حطيتهاش ضربه خطره. ندخل هذيك لاصوص بهذه الطريقه في الرشته، نخليها حتى تبرد مليح مليح باش نروح ندير لها الفوره الثانيه. هنا قيت الدجاج نتاعي طابلي، دونك راح نحيه ونحمره في المقله اللي كنت حطيت لها الزبده بهذه الطريقه. نقعد نقلب عليه الدجاج هذا في هذيك الزبده حتى يدي لي اللون الذهبي بهذه الطريقه. ودركا راح نفور الفوره الثانيه. نفس الشيء هنايا راح نشربها كما درت لها في الفوره الاولى. نخليها تبرد مليح ومن بعد نفورها الفوره الثالثه والاخرى. هنا جبت حبه لفت اللي كانت طابت لي، نديرها بهذا الشكل ومن بعد نروح نحطها في المرقه نتاعي. صدقوني راح تزيد لها في الذوق وراح تجي بنينه بزاف لاصوص نتاعها. كي فرت لي الفوره الثالثه، هنايا نروح نجمرها. هنا نروح نسقيها بلا صوص في نص القصعه باش ما تتعجنيش. نخليها تتشرب شويه ونسربيها ديريكت. نخليكم مع هاد المقاطع
نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. نلتقي إن شاء الله في وصفات أخرى.